السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده مع بعض هنعمل وصفه بسيطه واقتصاديه وسهله من الوصفات اللي احنا متعودين عليها. ان شاء الله تعجبكم وتنرضاكم. هنعمل مع بعض فطيره حلوه جدا بمكونات سهله جدا، متاحه في كل بيت. ان شاء الله الوصفه تكون بسيطه وسهله وتنال رضاكم. بصوا بقى، شايفين يا حبايبي؟ دي فطيره بالسكر والكاستر. فطيره سهله وبسيطه جدا. عملتها بايه؟ عملتها بلفه جلاش. مش مهم خالص مركونه عندك بقالها قد ايه، حتى لو متقطعه خالص هتطلعي معاك منها الجمال ده. عايزه اقول لكم ان الفطيره دي تمنها بره يعدي اكتر من 200 جنيه، وبتاخدي منها هم 6 قطع كده ويقولك ب 200. مش عارفه ليه اسعار خزعبليه كده بيطلبوها فيها، مش عارف، مع ان هي مكوناتها بسيطه جدا. وانتوا هتشوفوا كمان ان طريقتها سهله ومش بتاخد منك اي وقت. وزي ما انتوا شايفين نتيجتها اللهم بارك تحفه. تعالوا بقى بينا نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، ونشوف احنا عملنا الفطيره بتاعتنا دي ازاي. وعشان تطلع معاكي فطيره طريه وجوسي كده من اول مره، ونتيجتها تطلع تحفه اللهم بارك، وانا اضمن لك ان اولادك مش هيبطلوا يطلبوها كل شويه وتعملها لهم، لان هي من اسهل الفطاير اللي ممكن تعمليها. تعالوا بقى بينا نخش على المكونات. معايا حله فاضيه، هنزل عليها بكوبايتين 2 لبن بارد بدرجه حراره الغرفه. كوبايتين 2 بالظبط، تمام كده. ومعايا 3 معالق كاستر ممسوحين. ده نوع الكاستر اللي انا استخدمت كاستر دري. هنزل عليها ب3 معالق هرميه كبيره كده بتاعه الاكل. الحليب بارد مش سخن. حابه تضيفي سكر في المرحله دي براحتك، بس انا بصراحه ما ضفتش. وهبتدي اقلب المكونات بتاعتي كده على البارد قبل ما اولع البوتاجاز عليه. بعد كده، بعد ما المكونات بتاعتي اندمجت كويس جدا، هشغل البوتاجاز. وايدي فيها بقى مش هشيلها، بمضرب بمعلقه براحتك. اهم حاجه ما تشيليش ايدك من اللبن عشان الكاستر بتاعك ما يكلكعش. هتاخد وقت قد ايه؟ بتاخد تقريبا 5 دقايق كده لحد ما القوام يتقل. شايفين قوامها كريمي ازاي؟ ده عشان انا ما شلتش ايدي منها. هبتدي بقى اطفي النار عليه واغطيه باي كيس او ستريتش راب، وابتدي اشوف انا هعمل ايه في المكونات التانية. هنا معايا لفه جلاش كانت بقالها فتره في الفريزر، وزي ما انتم شايفين انا هفردها كده، بس احاول ان انا اشيل منها ورقتين يكونوا طراي عشان اخليهم للوش. حابه تستخدمي لفه، دي كانت لفه تقريبا 400 جرام. حابه تستخدمي لفه بحالها ماشي، حابه تستخدمي اقل دي حاجه راجعه لك انت. هنا كانت معايا صينيه دهنت فيها دهنه سمنه كبيره، وابتديت اوزع الورق نص جوه ونص بره بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. دي سمنه سايحه، ممكن تستخدمي زيت على زبده، زيت على سمنه زي ما انت حابه. بس هي بصراحه لو سمنه بلدي هتديكي تست حلو جدا في الفطيره. هبتدي بقى اوزع الورق بتاعي كده زي ما قلت لكم، نص الورقه بره ونص الورقه جوه من الاربع جوانب بتوع الصينيه، زي ما انتوا شايفين بالطريقه دي. وادهني بقى، وحاولي ان انت تدهني سمنه كويس ما بين الطبقات عشان الفطيره بتاعتك تطلع مورقه كده وتحسي انها فطير شرقي بجد. شايفين الطريقه بسيطه وسهله ازاي؟ حتى لو الورق مقطع معاكي انتوا شايفين شكله مش متناسق خالص، بس النتيجه هتبهركم في الاخر لما تشوفوها لما تستوي. وادي شكل الفطيره بتاعتنا وانا برصها. هبتدي بقى اخد ورقتين كده في الوسط اتنيهم علشان اعمل قاعده للكاستر بتاعي بالطريقه دي. دي اول ورقه. تاني ورقه بقى هاخدها اتنيها ومش هدهنها اي حاجه. دي الورقه اللي انا ما دهنتهاش اللي هنزل عليها بالكاستر. لو حاولتي ان انت تدهنيها سمنه هتيجي تفردي الكاستر بتاعك مش هيتفرد خالص، لانه هيبتدي يتزحلق منك في المرحله دي. فانت بالاحسن ان انت ما تدهنيهاش عشان تقدري تتحكمي في فرد الكاستر بتاعك. هنا بقى هبتدي ايه، نزلت بالكاستر كله وهبتدي اسويه بمعلقه بالسباتولا. المهم اهم حاجه ان انت توزعيه كويس في الصينيه. هي كميه الحشوه دي كانت مناسبه جدا على قد الصينيه. الصينيه دي مقاسها كام؟ مقاسها 28. وزي ما قلت لكم هم كوبايتين 2 لبن على 3 معالق هرميه كاستر. الحشوه كانت طالعه كويسه جدا وسمكها معقول جدا. هبتدي بقى اخد الورق بتاعي من بره لجوه، اقفل يعني بمعنى اصح الفطيره، وما بين كل ورقه والتانيه ابتدي ادهن سمنه بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. حاولي بقى ان انت تقفلي الجوانب بتاعتك كويس، ما يشغلكيش خالص شكل الورقه بتاعتك. ان شاء الله هتطلع نتيجتها منك كويسه جدا. حتى لو ورقك متقطع هتشوفي دلوقتي ان الورق مقطع، وبرده عملتها وهتشوفي نتيجتها في السوا. انا قفلت الصينيه بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين. شايفين بالطريقه دي كده؟
ولازم تدهني، ما تقلقيش السمنه مش كتيره خالص، السمنه معقوله جدا. هي خدت قد ايه مني؟ خدت تقريبا كوبايه الا ربع سمنه. كده انا قفلت الفطيره. هاخد بقى الورقتين اللي هم مع بعض اللي انا قلت لكم ان انا شايلاهم بره، وابتدي بقى اخدهم من تحت لفوق كده، يعني بمعنى اصح الم بيهم الفطيره. هبتدي بقى ارفع طرف الفطيره كده وادخل الورق بتاعي من تحت، بحيث ان الفطيره بتاعتي تكون شكلها مستوي وتطلع معايا مدوره ومظبوطه. في الوقت ده انا مولعه فرن البوتاجاز على 180 بقاله تقريبا 10 دقايق. بتستوي ازاي؟ بتستوي في رف اوسط لمده تقريبا من 25 ل 30 دقيقه. هبتدي بقى بعد ما لفيت الصينيه بتاعتي كده اخد بقى دهنه سمنه، بس كتري ما تستخسريش يعني فيها، بالطريقه اللي انت شايفاها دي. ما تقلقيش السمنه مش كتيره خالص، السمنه طلعت مظبوطه جدا. وهبتدي بقى ايه اميل الصينيه شمال ويمين كده علشان السمنه دي تنزل لتحت. السمنه دي هي اللي هتخلي لك لون الصينيه بتاعتك كويس جدا. وزي ما قلت لكم الفرن شغال من اول ما ابتديت ان انا اعمل فيها. لو الفرن بتاعك بيشتغل من تحت هتشغليها من تحت، ولما القاعده تحمر تطلعيها تديها وش تحت الشوايه. لو الفرن بيشتغل من تحت وفوق هتاخد لها بالظبط في الفرن تقريبا 20 دقيقه. وادي شكلها، دخلها بقى الفرن ونرجع نشوف. شايفين شكلها؟ اللهم بارك، سواها من تحت ومن فوق طلع تحفه، واظن باين خدت قد ايه 25 دقيقه في الفرن. هنا بقى معايا كوبايه لبن بارده جدا عليها معلقه سكر، وهنزل بيها على الفطيره وهي سخنه. كوبايه واحده بس عليها معلقه سكر، كل كوبايه لبن هتاخد معلقه سكر. هي خدت بالظبط كوبايه. حابه تزودي بقى دي براحتك، بس هي بصراحه كانت سقيها كده يعني الشربات بتاعها او التسكيره بتاعتها كانت معقول، لان احنا لسه هنحط عليها سكر بودره. شايفين شكلها؟ اللهم بارك. ممكن بقى في المرحله دي انت تغطيها، او حابه تسيبيها كده براحتك. هي في تلك الاحوال هتطرى، مش هتاخد منك بالظبط 5 دقايق. هي بعد دقيقتين 2 هتلاقيها طريت خالص، وبقى شكلها تحفه، وبقت جوسي ومورقه كده، هتعجبك جدا. شايفين؟ هنا ما كانش لسه عدى اي وقت عليه. بعد دقيقتين 2 بالظبط طريت الفطيره خالص. هبتدي بقى اقطع الفطيره بتاعتي. عايزه تقطعيها مربعات، عايزه تقطعيها مثلثات، دي حاجه راجعه لك انت، بس لازم تقطعيها لما تبرد وتطرى بالطريقه دي. هبتدي بقى اقطع الفطيره بتاعتي على حسب ما انا احب. عايزه تقطعيها كبيره صغيره برضو دي حاجه راجعه لك. طريقه التقديم دي بقى بتاعتك انت، والتزيين بتاعها ده راجع لك انت. انا هنا بقى كنت قطعتها خلاص، هبتدي بقى ايه اكملها معاكم كده ونشوف هنعمل فيها ايه تاني. شايفين شكلها؟ فطيره سهله وبسيطه جدا، ما خدتش منك اي وقت في الحر ده، 10 دقايق بالظبط وهتكوني مخلصاها. شايفين شكلها؟ هناخد بقى معانا ايه المكون التاني. انا هنا معايا سكر بودر ضرباه طحناه في المطحنه بتاعه الخلاط، وهبتدي انزل عليها كده بسكر بودر. هي كده تعتبر الفطيره بتاعتنا خلصانه. لو انت حابه تزودي اي حاجه، حابه تزودي على الوش مكسرات، حابه تزودي على الوش بتاعها إيه كريم شانتيه، ده حاجه راجعه لك انت. بس هي كده والله يا جماعه كان طعمها حلو جدا جدا، من اجمل واسهل والذ الفطاير اللي ممكن تعمليها. شايفين شكلها؟ اللهم بارك، تحفه يا جماعه والله. اتمنى بقى ان اللي وصل معانا لحد هنا في الفيديو ما ينساش يحط لنا لايك ويشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. هنا كان معايا حبه كريس كده مقطعاهم قطع صغيره للشكل بس مش اكتر، وهبتدي انزل عليهم على الفطيره كده. شايفين شكلها؟ ابتدت تشرب السكر بتاعها، سكرها مظبوط جدا، طعمها فوق الرائع، سهله وبسيطه واقتصاديه، ما خدتش منك ولا وقت ولا مجهود، وطعمها كمان حلو جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها والوصفه بتاعتي تعجبكم. وادي شكل الفطيره بتاعتي، قدموها بقى زي ما انتوا عايزين. طبعا مش دي الكميه كلها، ده شكل بس من اشكال التقديم اللي انتوا ممكن تقدميها بيه. هي بتيجي في علب صغيره كده. شايفين شكلها؟ اتمنى ان وصفتي النهارده تكون عجبتكم وتكون نالت رضاكم. ويا ريت بقى اللي اول مره يشوفنا ويشاهدنا ما ينساش يحط لنا لايك واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم على خير في فيديو تاني ان شاء الله، واتمنى ان وصفتي تكون سهله وبسيطه عليكم. مع الف سلامه.